السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه أهم الدروس المستفادة بعد تعرض أشجار النعومي للظروف المناخية السيئة اللي هي تعرضنا ليها من 15 مارس حتى 2 إبريل 2026. زي ما حضراتكم شايفين كده الحمد لله. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان الاصناف الاجنبيه طبعا متحمله لبعض المشاكل حتى وان كان الظهر بتاعها بيطلع متاخر. يعني حتى لو النعوم كان متاخر ولكن فهو متحمل للظروف المناخيه اللي حضراتكم شفتوها باستثناء الاصناف الاجنبي المحلي. احنا صورنا فيديو للاصناف المحلي وقلنا ان الاصناف المحلي اقل آه، تحملا للظروف المناخيه القاسيه، وده بشهاده كل خبراء المانجا في مصر. زي ما حضراتكم شايفين يعني التلقيح والاخصاب شغال كويس وفي وقت كويس. احنا النهارده بنصور بتاريخ 16 ابريل، يعني درجه حراره مرتفعه. درجه الحراره دي يعني هتبقى مشكلتها ان هي هتاثر على عمليه التلقيح والاخصاب، ولكن احنا عندنا العدد الغزير ده لازم هيكون في حاجات هتعدي وحاجات مش هتعدي. النعومي زي ما حضراتكم شايفين مازال لسه في تزهير بيطلع اهوت، وطبعا ده هيبقى ليه وضع تاني. زي ما حضراتكم شايفين صنف النعومي بسم الله ما شاء الله، يعني من الاصناف اللي هي بالنسبه لعمليه التلقيح ومرحله التلقيح والاخصاب بتاعتها سريعه جدا، وبالتالي بتبقى نسبه الايه التخريز فيها او العقد يعني بتبقى نسبته عاليه زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. فانا حبيت اشارككم معايا ال الفيديو ده ونعرف ايه الفرق ما بين الاصناف الاجنبي. احنا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، احنا النهارده بنصور بتاريخ 16 4 2026. النعومي تحمل الظروف القاسيه اللي تعرضت ليها مصر اثناء مرحله التلقيح ومرحله الاخصاب، وعدى على خير الحمد لله، بخلاف الاصناف المحلي اللي هي الصديقه او العويس او الزبديه اللي مشاكلهم ياما ومشاكلهم كتير. واحنا قلنا كتير قوي ان المشاكل دي لازم يكون ليها حل، وهي ان احنا نبدا نغير الاصناف اللي بدات تتعب من المناخ. و احنا نفس الموضوع في الاصناف اللي في صنف الكيت. صنف الكيت برضو زي ما حضراتكم اكيد متابعين ما تاثرش بالدرجه اللي هي، بس العامل الاساسي في الموضوع ده كله هو وقت ازاله التزهير المبكر بتاعك. النهارده لو انت كصاحب مزرعه او فني ماسك المزرعه او مهندس ماسك المزرعه، وحبيت ان انت مثلا يعني دي من الحاجات اللي اتاثرت اهيت اثناء درجات الحراره، وحبيت ان انت مثلا يعني تعمل ازاله للتزيين المبكر عندك، لازم يبقى عندك انت عارف الميعاد المناسب لإزالة التزهير المبكر عندك بالنسبة لفترة التلقيح والإخصاب اللي هي بتحصل في شهر 4. انت عايز امتى؟ انت عايز انسب ميعاد امتى، وبناء عليه بتبدأ تعمل إزالة للتزهير المبكر اللي عندك. تمام، دي أهم نقطة. وفي نفس الوقت من أهم النقط التانية اللي أنا دايما بحب إن نراعيها، او اللي هو بيدير المزرعه يراعيها، وهي متابعه الطقس باستمرار. انا النهارده لو بتابع الطقس بتاعي كويس في الوقت ده انا ببقى عامل دايما حساباتي كويس. بمعنى في الحراره احنا النهارده درجه الحراره حوالي 36. النهارده انت لازم زي ما حضراتكم شايفين كده لازم الشجره تيجي تكون مرويه. يعني احنا بنصور دلوقتي الساعه 2 الظهر. طبعا من البياض دي برضو من الامور اللي ايه اللي تعرضت ليها اشجار المانجا دي. بالمناسبه دي شجره كيت، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، ويعني هي حساسه. شجره الكيت حساسه للتغيرات المناخيه اللي هي ممكن تؤدي الى الاصابه بمرض البياض الدقيق. يعني دي بالمناسبه يعني لازم تعرفوا ايه الفرق بينها وبين النعومي. يعني النعومي اهوت زي ما حضراتكم شايفين مفيش بياض تقريبا على الشمراخ اهو، تقريبا مفيش بياض على الشبراخ اهو.
انما النعومي دي الكيت دي شجره موجوده بقى ايه جايه غلطه كده في وسط الحوشه، البياض الدقيقي متمكن منها اهو. يبقى احنا كده لازم يا جماعه لازم نطلع بدروس مستفاده من خلال الايه الظروف المناخيه اللي احنا تعرضنا ليها لهذا الموسم، موسم 2026. ولكن الدروس المستفاده دي انهي اصناف بتتحمل حراره، انهي اصناف بتتحمل التغيرات المناخيه اللي فيها الرطوبه العاليه. لان النهارده الرطوبه العاليه بالنسبه للاصناف المحلي ادت لانتشار البياض واللفحه وعفن السميرات. بالنسبه للاصناف الاجنبي معظم في اشجار تحملت، في اشجار ما تحملتش. اللي تحمل صنف زي صنف النعومي اهو تحمل معانا. عندنا الكيت لا، اتعرض الظروف المناخيه اثرت وعملت معاه او جابت له او ادت الى اصابته بمرض البياض الدقيقي. وهنا الفرق ما بين الاصناف الاجنبي من الاصناف المحلي. كل صنف ليه حساسيه. يعني احنا برضو بالنسبه للكريمسون برايد في بعض المزارع الاخرى، عندي برضو كريمسون برايد ده اصيب بمرض لفحه الازهار اثناء والبياض الدقيقي معا، الاثنين موجودين في الاصابه رغم ان احنا كنا راشين. فاللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان بعض الاصناف الاجنبيه متحمله وبعض الاصناف الاخرى غير متحمله. وحته متحمله وغير متحمله دي برضو ليها علامه استفهام بالنسبه لي. ليه؟ لان انا برضو الشمراخ ده التفتح بتاعه كان حدث اثناء الظروف المناخيه السيئه ولا حدث بعد انتهاء الظروف المناخيه السيئه؟ دي برضو يا جماعه لازم ناخد بالنا منها، على اساس ان انا برضو ابقى شغال كويس اثناء ازاله فتره التزهير المبكر. ده شمراخ زي ما حضراتكم شايفين حصل له ازاله ل التزهير المبكر بتاعه اهو. ده برضو حصل له ازاله. ده شمراخ ما حصلش له، ده شمراخ ما حصلش له، طالع من القمه اهو. فبالتالي حصل ليه عقد بدري فاتاثر بعمليه الامطار الغزيره اللي جت اهو. اللي خرج بدري او اللي كان موجود بدري وفتح اثناء عمليه التلقيح والاخصاب مرحلتي التلقيح والاخصاب كانوا شغالين اثناء عمليه الظروف المناخيه السيئه. زي ما حضراتكم شايفين كده هو شايل، بس هيبقى خلاف ده. تمام. هنا لو حضراتكم شايفين التخريز هنا ما شاء الله مخرز حلو قوي، مخرز حلو جدا يعني اهو. فده اللي انا عايزه يعني ده اتأثر وحصل طفي الازهار زي ما حضراتكم شايفين، خلاف ان ده فتح بعد زوال الظروف المناخيه السيئه. فبالتالي التخريز فيه كويس والعقد فيه زي الفل. فاحنا هنا لازم يا جماعه نبقى عاملين دايما ضمن حساباتنا ان انا وانا بعمل ازاله للتزيين المبكر ابقى عارف ان انا بزيل امتى، عشان يطلع عندي شمراخ مناسب في مرحله التلقيح والاخصاب بتاعته لدرجات حراره تكون مناسبه. تمام. يعني احنا دلوقتي ده عقد بدري اهو، ولكن هتلاقيه فاضي. لو حبينا نشوف الحبايه اهو هتلاقيه فاضي بالفعل اهو، او في جنين ولكن الجنين تطور نموه ضعيف. دي برضه هتبقى فاضيه اهو، بالفعل فاضيه اهي. فاحنا هنا يا جماعه لازم نقول ان الظروف المناخيه لازم نتعامل معاها بحرفيه. وكان معكم حسام أبو زهرة، استشاري زراعة المانجو في مصر والوطن العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.